جوني يعني ايه 10 years جوني واشمعنى اخترنا الاسم ده؟ 10 years جوني معناها كمان 10 سنين هتقابل ايه وهتشوف ايه ولازم تبقى عارف السوق شكله بقى عامل ازاي. يعني ايه سوق؟ سوق العمل. ايه الفيديو ده عباره عن ايه؟ الناس كتير منكم راحت الايديو جيت، في اللي راح عشان بس يتفرج على الجامعات بتقول ايه، في اللي راح عشان ادينا بنضيع يوم، في اللي راح عشان خاطر يسال على حاجه معينه. طيب انا بوريك الفيديو ده ليه اصلا؟ انا بوريك الفيديو ده عشان حاجه واحده بس. شفت كميه الناس اللي موجوده جوه؟ شفت كميه الطلبه؟ النهارده ديت في جريد 10 او 11 او 12 انت الكومبيتيتورز بتوعك هم الناس اللي قاعده معاك في المسرح النهارده بس. بكره لما تخش الكليه الكومبيتيتورز بتوعك هيزيدوا شويه، هيبقى كل الناس اللي معاك في الكليه بتاعتك او دفعتك. بعد ما تتخرج هو كل من هو في نفس مجالك هو كومبيتيتور ليك، سواء حد قديم او حد جديد. في نقطه كمان تتكلم عن ايه بقى؟ النهارده انت عندك الحاله الاقتصاديه عالميا بقت سيئه جدا، واكيد انتوا شايفين ده في بيوتكم على فكره. الحاله الاقتصاديه ديت يعني الشركات متاثره بايه؟ الشركات بتواجه مشاكل زي ايه؟ اوكي؟ من ضمن الحاجات اللي الشركات بتعملها النهارده حاجه اسمها داون سايزنج. يعني ايه داون سايزنج؟ عشان يزود البروفيت بتاعه بيقلل الكوست، والكوست ده اللي هو مين؟ اللي هو انت لما تيجي تشتغل عندي انت كوست بالنسبه لي، ده مرتب بالنسبه لي، اوكي؟ فلما بيعمل داون سايزنج بيقلل فرصتك انت في دخول شركه، ومش بعيد يمشيك من الشركه كمان. عندك خبر حلو وخبر وحش. الخبر الوحش نبدا بيه، انت عندك منافسه شرسه جدا بره جدا. وبتكلم جدا دي بمعنى ان انت ما شفتش بره شكله عامل ازاي، لكن انا شفت بره شكله عامل ازاي. انا بنقل لك صوره بس مش اكتر. انا لا بنصحك ولا بوجهك، انا بنقل لك صوره، وكل اللي انا هقوله لك النهارده ده انا بنقل لك الصوره عشان بس تفكر انت ناوي تعمل ايه بعد كده. طيب انا عشان انافس كل الناس اللي كانت في الفيديو النهارده اللي انتم شفتوه في فيديو جايز، انا محتاج ايه؟ محتاج سيت اوف سكيلز، مجموعه مهارات كده بتتعلمها فين بقى؟ هنا في الهندسه. مش بتتعلمها بشكل كبير طبعا، ولكن بدايتها من هنا. هنا انت بتتعلم السكيلز ديت على فيري سمول سكيل، ولما تخش الكليه الموضوع هيكبر منك شويه، ولما تخش الشغل او لما تيجي تشتغل هتتعلمها اكتر واكتر. فدلوقتي واحنا قاعدين النهارده انت عندك تو اوبشنز، يا اما تتعلم الحاجات دي بالايزي واي، يا اما تتعلمها بالهارد واي. ايه هي الايزي واي؟ ان انت تبدا تتعلمها من النهارده، تبدا تتعلمها من مدرسينك النهارده. والهارد واي انت كده كده هتتعلمها غصب عنك عشان تعرف تلاقي فرصه شغل بكره، عشان تعرف تفتح بيت، لان كل واحد فيكم بكره هيبقى مطلوب منه يفتح بيت سواء بنت او ولد. فانت عشان تعرف تاخد فرصه او تعرف تزاحم الناس في السوق الشرس اللي موجود بره ده، انت محتاج تتعلم السكيلز دي من النهارده. يا اما تتعلمها بكره تدفع عليها فلوس تاني، تدفع عليها وقت تاني، ويا عالم هتلاقي الاوبورتيونيتي بتاعتك ولا لا. سكيلز نيدد تو كومبيت. ايه بقى السكيلز اللي مطلوبه؟ لو بصيت على اول واحده شمال كده هتلاقي هي برزنتيشن سكيلز، اللي في النص تايم مانجمنت سكيلز، اللي اليمين كوميونيكيشن سكيلز، بروبلم سولفنج سكيلز، اند اناليتيكال ثينكينج. معاك الفايف سكيلز دول تعرف تنافس. معاكش الفايف سكيلز دول بكره هتتعلمهم غصب عنك، وبعده هتحاول تشتغل لو لقيت فرصه. كده كده احنا كلنا بندور على الفرص، وكده كده احنا كلنا بندور على الشركات الكبيره، كده كده كلنا بندور على المكان اللي يديني مرتب كويس اعرف اعيش بيه، صح ولا لا؟ مش ده اللي احنا بندور عليه؟ كوميونيكيشن سكيلز. لما بطلب منك برزنتيشن النهارده بقدرك؟ لا خالص. بالنسبه لبعض منكم يعني تقديرا، انا مش عايز اعمل برزنتيشن،
ومش عايز اشتغل في جروب. طيب لو انت ما عملتش كده النهارده وما اتعلمتش على السمول سكيل اللي هو ما بين اصلا دول زمايلك واصحابك ان انت تشتغلوا مع بعض، تعملوا كوميونيكيشن مع بعض، هتعلمها امتى؟ هتعلمها قدام، يعني ما هتبقى عارف تتعلمها ولا لا. اوكي؟ طيب النهارده لما تتعلمها هيستفيد ايه؟ بص كده معايا. كوميونيكيشن سكيلز معناها مهارات تواصل. هي مهارات التواصل دي صعبه يعني معضله يعني ان انا اتعلم مهارات تواصل؟ ازاي افهم اللي قدامي وازاي اعرف اتواصل معاه وازاي اعرف اوصل له المعلومه اللي عندي وافهم هو محتاج ايه عشان اعرف اوصل له الحاجه اللي عندي. اوكي؟ ده كده اسمه كوميونيكيشن سكيلز. طيب ده يفيدني في ايه بقى؟ يفيدني ان انا اوسع دايره معارفي، كونكشنز. طب هل الكونكشنز دي حاجه مهمه؟ جدا. حاجه ثانيه كنت بص كده على الكلمه الثالثه، ريفيرنس. دلوقتي احنا لو افترضنا مع بعض ان الجروب اللي قاعد على الجزء هنا جريد 12 الجروب دوت كله بقوا اصحاب، فضلوا في الجامعه اصحاب، بعد ما اتخرجوا فضلوا اصحاب زي ما هم. ريفيرنس يعني هو اللي هيعمل لي ريكومنديشن من جوه الشركه. شركات كتير بقت بتعمل حركه لطيفه جدا بقى. في حاجه اسمها ريكروتمنت بروسيس. يعني ايه ريكروتمنت بروسيس؟ بتبعت السي في، الناس تبدا الاتش ار اللي في الشركه يبدا يبص عليها، يعملوا فلتريشن للسي فيز ديت، وبعد كده يبدا يعمل ايه؟ يعمل معاك انترفيوز، بعد كده يبدا يشغلك لو انت فيتنج في البوزيشن ده او ما يشغلكش لو انت مش فيتنج في البوزيشن ده. النهارده الموضوع بقى مختلف. ازاي؟ في حاجه اسمها ريفيرال بروجرام موجود في كل الشركات، يعني بتخليك اللي جوه اللي شغال جوه يعمل لك انت من بره ريكومنديشن. ده فادني في ايه؟ ده فاد الشركه في ايه؟ فاد الشركه ان هي وفر عليها فلوس، وفر عليها وقت، ووفر عليها مجهود الريكروتمنت. انا لما اجي اقول النهارده ان عندي زميلي شغال معايا كان معايا في الكليه او كده، الراجل ده انا عارف مهاراته عامله ازاي. انا وفرت على الشركه كلها البروسيس دي كلها على بعضها كده وعملوا له ريكومنديشن. يو هاف بين ريكومندد ا بوزيشن باي طارق اللي في شركه بي ان. وفر عليك انت فكره ان انت تقعد تدور على شغل كتير قوي. تايم مانجمنت اللي هتعلمها من 3 امتحانات ديزاين ذس واي، اي سي تي، اي اس تي، اس اي تي. هتكلم على الماده بتاعتي بما اني عارفها اكتر يعني. البايو 80 سؤال في 60 دقيقه. هنعمل ايه؟ غصب عنك وانت قاعد بتذاكر هتتعلم حاجتين من غير ما تبقى عارف ان انت اتعلمتهم. اول حاجه هتعمل بلاننج. ده جوه التايم مانجمنت؟ يس، جوه التايم مانجمنت. هتعمل ايه؟ وانت جوه الامتحان هتبدا تبلان تحل ايه الاول؟ طب كل سؤال بياخد وقت قد ايه؟ طب السؤال ده لو صعب هحله في قد ايه وقت؟ ومحتاج احله اسرع بقد ايه عشان خاطر ادي شويه الوقت دول للسؤال اللي بعده. مش ده كله انت بتعمله هنا في الاي اس تي او في الاي سي تي او في اي امتحان منهم؟ صح؟ ايه؟ انت بره في شغلك معاك وقت؟ نو واي. وخصوصا النهارده، زمان كان ممكن يكون في وقت شويه، النهارده كل واحد فينا بقى مطلوب منه يشتغل شغلانه واثنين. ليه؟ عشان انت الشغلانه الواحده ما بقتش مكفيه. ده حال النهارده. وهتلاقي ابهاتكم وامهاتكم كلهم بيعملوا كده على فكره. انت ممكن ما تكونش بتشوف بابات كتير. ليه؟ عشان خاطر الراجل شغال شغلانتين عشان يقعدك في مكانك هنا النهارده. رايتنج سكيلز. واحنا بنراقب في الامتحانات بشوف حاجه غريبه قوي. مدرسين الانجليش بيعملوا امتحان محترم جدا طويل فيه جزء اسئله. طب بكره هيفيدني في ايه؟ تعالى كده بص معايا. هتلاقي عندك حاجه اسمها كفر ليتر، هتلاقي عندك حاجه اسمها ابلكيشن بروسيس، هتلاقي عندك حاجه اسمها بروبوزل. يعني ايه كفر ليتر؟ كفر ليتر ده عباره عن ان انا بسوق لنفسي عن طريق ورقه بكتبها الاتش ار بيقراها في لمح البصر كده عشان يشوف كي ووردز هو بيدور عليها. لو ما عندكش مهاره الكتابه مش هتعرف توصل مهاراتك للي بيقراها، لان ما حدش بقى بيشوفك النهارده. البروسيس كلها بقت الكترونيك. انا مش هشوفك. لما يعجبني طريقه كتابتك ولما يعجبني المهارات اللي عندك اللي انت بينتها عن طريق كتابك بكره هشوفك. طب قبل ده خليك عارف الابلكيشن بروسيس. في سؤال حلو قوي بيتقال في الابلكيشن بروسيس في شركات كتير. Why do you think you are the best candidate؟ لو عرفت هيقابلك، ما عرفتش مش هيقابلك، مش هتجيب حد يكتب لك، ما حدش فاضي لك. تعالوا نلعب لعبه مع بعض. بروبلم سولفنج. النهارده انا بجيب لك ورقه كده في خلال الامتحان مدته ساعه ونص او ساعتين، بسالك فيها السؤال ده يتحل ازاي. فبتبدا تفكر فيه، تبدا تحلل السؤال، تكتب اجابتك.
بكره انا مش هقول لك المشكله فين اصلا، اكتشف وحلها. معينه بتتكلم على كل المجالات. المشكله فين؟ احلها ازاي؟ وبعد ما حلتها ممكن تحصل تاني ولا انت حلتها خلاص من الروتس بتاعتها؟ طيب النهارده انا بديك سؤال ماث صغير قد كده، بديك مثلا باسج في الانجليش وبقول لك في مشكله هنا الاوثر حلها ازاي؟ علمك فيه الاثنين دول، بروبلم سولفنج واناليتيكال ثينكينج. اناليتيكال ثينكينج مهارات تحليليه، تفكير تحليلي، عارف تمشي ورا السؤال ازاي ولا لا؟ اوكي؟ بص كده على اللعبه دي، دلوقتي عندك تراينجل هنفكر فيها مع بعض. تراينجل، سكوير، سيركل، وبعدين هنا في جاب بيسالك انهي شيب من دول هنحطه. فكروا فيها كده معاكم دقيقه. بيقول سيركل يرفع ايده؟ سيركل. اوكي، اللي بيقول سكوير يرفع ايده؟ اللي بيقول تراينجل يرفع ايده؟ في حد ما قالش حاجه خالص انت ما فهمتهاش اصلا؟ في اللعبه ديت ان انت بصيت على حاجه مش مفهومه بالنسبه لك وبعدين بدات تمشي وراها اناليتيكلي تحليليا، هي اولها فين اخرها فين؟ طب الاشكال دي معناها ايه؟ بدات تحلل بمخك من غير ما تقول، من غير ما تكتب. ده اللي لازم يحصل في شغلك، لازم هيحصل. اوكي؟ النهارده انا بعلمه لك على الفيري. لو سالتك دلوقتي انت بتفكر في كليه ايه؟ كان عندي شفت حاجه السنه اللي فاتت كانت مضايقاني جدا بصراحه. ناس في جريد 12 مش هقول هم مين طبعا، لغايه اخر يوم وهو بيستلم الشهاده رايح يا ابني تدخل كليه ايه؟ اي دونت نو، اي هاف نو ايديا. طيب ما عندكش اي اقتراحات نساعدك عشان توصل لها؟ ما اعرفش. على فكره مش ملوم عليه ومش بعيب عليه لانه فعلا ما يعرفش. وهعرف منين اصلا طول ما انا ما عنديش بيز اختار على اساسه؟ فهتلاقي اجابه السؤال ده حاجه من اربعه. اول سؤال I know where to go. في ناس منكم هنا عارفه هي عايزه كليه ايه وعشان ايه. حلو اليوم، ما عنديش مشكله معاه. الناس الثانيه I don't know where to go but I was advised to. مين رول موديلز عندي في عيلتي في دايرتي في قرايبي حد يكون ناجح فاكيد هبدا ابص له. عندي والدي مهندس كبير وناجح، ليه ما تدخلش هندسه؟ عندي والدتي صيدلانيه دكتوره، اي حد من الحاجات دي. طيب عندي انا مشكله مع الفكره دي؟ ما عنديش مشكله معاها بس عايزك تبدا تبص الاول على السلايدز اللي جايه قبل ما تاخد قرارك ده. طيب الحاله الثالثه I don't know where to go. ما اعرفش اصلا، ما عنديش اي خلفيه ولا اروح فين ولا ادخل كليه ايه ولا اي حاجه. طيب النقطه الرابعه اللي ممكن تبقى بتتقال لي كتير اليومين دول، بابا عنده شركه واشتغل فيها. فاميلي بزنس، مش ضدها على فكره. ليه؟ شخصيه مرنه، فلكسبل. يعني ايه شخصيه مرنه او فلكسبل؟ يعني الناس دي نقدر نشكلها على حسب اللي السوق محتاجه. تاني الناس ديت انا مش هوجهها ولا هنصحها، انا هوديك او اقول لك السوق محتاج ايه؟ اختار حاجه من اللي السوق محتاجها. يعني الحاجه اللي السوق مش محتاجها ما تروحلهاش، انت مش هتلاقي اوبورتيونيتي فيها. لكن السوق اللي محتاجه نبدا نظبط المهارات بتاعتنا ان احنا نحاول ندخل الاوبورتيونيتي او نحاول ندخل المجال ده. هنبدا بيها السوفت وير انجينيرنج. صباح الفل يا شباب، معاكم ايهاب عبد الحميد، انا هيد اوف انجينيرنج في سوفت وير كومباني. مبسوط بالفرصه ان انا معاكم النهارده، وكان نفسي حد يقعد معايا من اكتر من 25 سنه لما بدات ويقول لي ايه المفروض اركز عليه. ايه هي required skills for computer science students؟ Basics of programming and development life cycle, fundamentals of data science and mathematics. في البروجرامينج نقدر نشبهها اكتر باللغه او تكوين الكلمات اللي باستخدام اي لغه بقى، عربي انجليزي فرنساوي اي حاجه بنستخدمها، ازاي بنكون من بعض الكلمات والستراكشر جمله مفيده تخلي المتلقي بتاعنا يفهم احنا عايزين نقول ايه. نفس الفكره في البروجرامينج برضو، باستخدام اي بروجرامينج لانجويج هنتعلمها ونرجع نستخدمها قدام. عندنا مجموعه من البيزكس بنتعلمها ونقدر نكونستراكت بيها الابليكيشن اللي احنا شغالين عليه وبيحقق الهدف اللي احنا عاملين له ديزاين في البيت. كده احنا عرفنا نكتب شوية كود اللي هو سوفت وير، والسوفت وير ده هناخده ونرنه على اي هاردوير بقى، هاردوير يطلع موبايل. سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل هي بروسيس اكتر منها حاجة، وهدفها الرئيسي يعني هي مجموعة ستيبس
هدفها الرئيسي انها تضمن لنا ان السوفت وير اللي احنا شغالين عليه ده يطلع منظم، يطلع بجودة كويسة، ويطلع انه بينفذ الهدف الرئيسي اللي عملنا السوفت وير عشانه. الاس دي ال سي دايما بتبدا بالبلاننج، ان انا ببقى اقول انا ايه الاوبجيكتيف بتاعي، انا عايز اعمل ايه، معايا وقت قد ايه، معايا ريسورسز قد ايه. بيبقى كده زي الحدود العامه اللي بنقول فيها الابلكيشن بتاعنا او السوفت وير بتاعنا ده شكله عامل ازاي. بعد كده بنخش المرحله اللي هي الديفايننج، ببدا اشوف التفاصيل اللي انا محتاج انها تبقى موجوده عندي في الابلكيشن. بعد كده بخش مرحله اللي هي الديزاين، يبقى انا عملت بلاننج، عرفت انا عايز اعمل ايه، ديفاين جبت التفاصيل كلها، ديزاين ببدا ديزاين السوفت وير بتاعي، ايه الكومبوننتس اللي انا هستخدمها، ايه اللي انا محتاج اكتبه، ايه الانترفيسز اللي انا هشتغل عليها اند سو اون. يبقى مرحله البيلدنج ان انا بكتب الكود في كل الكومبوننتس اللي انا عملت لها ديزاين. خلصت بيلدنج بروح بعد كده للتستنج واتاكد ان اللي اتعمل له ديفينيشن في الاول هو اللي اتعمل له بيلدنج. اخر مرحله اللي هي المرحله السادسه هي الديبلويمنت، ان انا بثبت الابلكيشن او بعمل له انستول. تاني اهم سكيل عندنا بقى هي الفاندمنتالز اوف داتا ساينس. اي ابلكيشن مفيد في الدنيا كده وبيقدم فاليو بيبقى لازم معتمد على information. how to understand how to collect the data, how to analyze الداتا بطريقه منظمه، how to understand ايه اللي ورا الداتا دي وايه الفاليو بتاعتها، then how to store it، وفي النهايه خالص ودي حاجه من اهم برضو المراحل how to present it in info. الماث مش بس مصطلحات بنستخدمها واحنا بنكونستراكت فانكشنز او الجوريثم او حتى بنكتب الديزاين بتاع الابليكيشن، كل ده بنستخدم فيه مصطلحات ماث. لا، الماث كمان بتفرق معانا في طريقه تفكيرنا، في البروبلم سولفينج تكنيكس واللوجيكال ثينكينج، ازاي نسمبليفاي الايكويشن اللي قدامنا، وازاي نطمن ان الستيب اللي قبلينا وصلنا للريزلت اللي احنا عايزينها ونقدر نبني عليها الستيب اللي بعديها. عظيم. نروح دلوقتي نتكلم على السوفت سكيلز. هنركز دلوقتي على اهم 3 من وجهة نظري، هما البروبلم سولفينج والكريتيكال ثينكينج، تيم ورك والكوميونيكيشن. طيب بعد كده نروح على السكيل التانية ومهمة جدا برضو هي تيم ورك. فاكرين لما كنا بنتكلم على ال SDLC ال Software Development Life Cycle والمراحل اللي بيعدي بيها الابليكيشن، 6 مراحل. حتى لو الابليكيشن صغير جدا، يعني لو ناخد مثال حاجة صغيرة جدا وحد يقدر يقوم ب6 مراحل دول مع بعض، برضو في النهاية مش هيوصل لنفس النتيجة. الحاجة التالتة اللي أكيد كلنا هنحتاجها هي الكوميونيكيشن، الافيشنت كوميونيكيشن. تاني حاجة اليوزر بتاعنا. أنا ممكن أكون عامل حاجة بريليانت، عامل حاجة قوية جدا وفيها فاليو حقيقية واتعمل فيها مجهود، بس ما قدرتش ابريزنت المجهود بتاعي ده للمتلقي. بس كلمة مهمة جدا ودي لأي حد مهتم، يعني أي مجال حد مهتم بيه، هي الكونتينيوس ليرنينج. الدنيا بتتحرك بسرعة جدا وكل يوم في حاجة جديدة، ولو وقفنا مكاننا هنحتاج effort ووقت كبير جدا ان احنا نرجع تاني اون تراك. ده باشمهندس إيهاب عبد الحميد كان بيتكلم على الكمبيوتر ساينس. الكمبيوتر ساينس فيها حاجتين، داتا ساينس اللي جوجل كاملة على بعضها كده مبنية عليها، جوجل بكل الناس اللي شغالة فيها بكل الحجم بتاعها مبنية على الداتا ساينس. ازاي بيستخدموا الداتا ديت في ان هو يجنريت اي حاجة بتفكر فيها تلاقيها قدامك كاعلان او كسيرش بتدور عليها. دي قوة جوجل. بسمع الجملة دي كتير قوي. يعني انا بعد ما جبت السكور دوت وبعد ما تعبت التعب ده كله ادخل بزنس؟ يس، ادخل بزنس. انت عارف في كام شركه ستارت اب فتحت في مصر من 2020 للنهارده؟ 542 ويمكن اكتر لان ممكن الرقم ده ما يبقاش ابديتد. 542 ستارت اب، شركه ناشئه. يعني ايه شركه ناشئه؟ لسه بادئه النهارده. طب دي حاجه حلوه. عايز اقول لك مرتباتها اعلى من الشركات المالتي ناشونال، اعلى بكتير كمان. ليه؟ لان كل اللي بيروح يفكر في ايه؟ شركه مالتي ناشونال، ده الطبيعي. فهو بيجذبك ازاي؟ بباكج حلو، اوكي؟ وبتتعلم فيها اكتر على فكره، لان الشركه المالتي ناشونال اوريدي شغاله، فانت داخل زي كانك ترس صغير كده في مجموعه تروس مشغله الموضوع اصلا.
لكن في الستارت اب انت كل يوم هتتعلم حاجه جديده، كل يوم هتتحط في مشكله جديده وتحاول تتعلمها وتحلها ازاي. الماركتنج اهم برانش موجود في البيزنس كله على بعض. تعال اقول لك على حاجه لطيفه كده صغيره. بيبسي، شركه بيبسي محتاجه تعمل ماركتنج لنفسها. انت وانت قاعد اصلا عطشان بتفكر انا عايز اشرب بيبسي، ده كده باي ديفولت كده. العالم كله بيفكر ان هو عايز يشرب بيبسي باي ديفولت، عطشان عايز اشرب بيبسي، على الاكل عايز اشرب بيبسي. تعال اقول لك بس شركه بيبسي عملت سبندنج قد ايه على الدعايه الادفرتايزنج عموما في 2021 فين؟ في امريكا بس 1.96 بليون دولار، تقريبا 2 مليار دولار. من غير ماركتينج الشركه مش موجوده، ايا كان نوع الاندستري ايه هي، فارماسيوتيكال، انجينيرنج، سوفت وير، لو بتصنع اي حاجه في الحياه هتحتاج ماركتينج. ليه؟ عشان انت بقيت موجود في سوق وسط شركات كتير جنبك. ايه اللي يميزك؟ الناس هتعرفك منين اصلا؟ ايا كانت الاندستري. حاجه بقى خطيره جدا واتكلموا عنها، شفتها في الامتحان بتاع الدراسات بتاعكم. مين سمع عن كوب 27؟ كوب 27 مؤتمر المناخ اللي اتعمل في شرم الشيخ، من اهم المؤتمرات اللي اتعملت في مصر. ليه؟ لان مؤتمر المناخ ده بيتكلم على الانرجي اللي بنستخدمها، الفيول اللي بنستخدمه عشان نطلع طاقه. فلما بنطلع طاقه الكربون دايوكسيد بيزيد، يحصل جلوبال وورمنج في بلاد، مش هقول لك منطقه ولا في بلد كامله اتضررت بسبب الجلوبال وورمنج. طب ده بسبب ايه؟ بسبب الفيول اللي هم بيستخدموه النهارده. طيب في اي بديل للموضوع ده؟ يس، رينيوبل انرجي. الرينيوبل انرجي، ايه الرينيوبل انرجي دوت؟ الطاقه المتجدده. ده برانش في الانجينيرنج، فاكولتي اوف انجينيرنج. البرانش ده قادم وبقوه. ليه؟ بيتكلم على السولار انرجي، بيتكلم على الويند انرجي، بيتكلم على حاجه اسمها الهيدروجين الاخضر، بيتكلموا عليها في المؤتمر بتاع المناخ على فكره. الحاجات دي كلها بتحاول تطلع طاقه نظيفه. كل الشركات دلوقتي بقت بتحاول تعمل حاجه اسمها جرين ماركتنج، يقول لك انا مش بستخدم الفيول، انا بستخدم مصادر من الطاقه الصديقه للبيئه. اوكي؟ تعالى كده نتفرج على الرينيوبل انرجي. في مهندسه اسمها هبه عملت لكم فيديو لطيف كده برضه اتفرجوا عليه. هاي شباب، انا هبه الله محمد، انا بروجكت مانجر في الفيلد بتاع الرينيوبل. اول حاجه ريكويرمنتس اللي انتوا محتاجينها علشان تخشوا هندسه، بتدرس المواد اللي بتاخدها سواء كيمستري، فيزيكس، ماث، تبقى بتذاكرهم كويس جدا. سوق الطاقة الشمسية أو سوق الرينيوبل انرجي عامة، مش طاقة شمسية، عامة الفيلدز كلها بتاعة الرينيوبل انرجي. مش مشهور عندنا قوي الويند، لأن الويند عايز ستيشنز. بعد كده بتيجي دورك انت بقى كمهندس. أنا بيجيلي حاجة ببتدي اشوف هصممها ازاي، هشتغل فيها ازاي، هوفر فعلا ازاي، الكونسامشن بتاع المكان ده عامل ازاي، وانا اقدر اوفر له قد ايه. لو ركبت له محطه كام اقدر اوفر. اللي بدا يبان له سكيل هو السولار ماركت، وليه معارض وليه شغل على سكيل كويس. ولو انا حد عايز هتخصص رينيوبل او عايز اخد التخصص رينيوبل هو دامج ما بين شويه كهرباء وشويه ميكانيكا. طيب انا عندي ايه الماركت محتاجه؟ احنا بنحتاج زي اي فيلد هندسه، بحتاج حد يبقى عندي سايت، عندي ديزاين، عندي مينتننس اند اوبريشن. الماركت نيدز محتاج ايه؟ الماركت محتاج الثلاثه. لو انا عايزه ابقى سايت هبقى محتاج يبقى عندي كواليفيكيشنز بتاعه السايت انجينير. لو بنات سايت انجينير مش مستحيلة، you can do it، بس بجد مرهقة. يعني مرهقة لأن التركيب عامة في الجزء القبلي وبيبقى في الشمس، فالموضوع بيبقى مرهق بالنسبة للبنات. بعد كده المينتننس والأوبريشن هما دي الفيز الأخيرة، دي بقى اللي جاية في مصر. في بروجيكتس كتيرة ركبت وهيبدأ بقى نحس إن احنا محتاجين فعلا الديبارتمنتس دي. طيب انا كشخص محتاج اديفلوب نفسي على ايه؟ هديفلوب نفسي على كذا حاجه. اولا انا محتاج اظبط البيرسونال سكيلز بتاعتي، يعني اعرف هاو تو كوميونيكيت، هاو تو هاندل كل حاجه عندي، هاو تو ورك ان جروبس. مهم قوي ان انت تبقى بتعرف تورك ان جروبس. سؤال بقى محترم جدا عايزين نجاوب عليه، ادخل طب ولا هندسه؟ او المجال الطبي ولا المجال الهندسي؟ ادخل انا هديك شويه فاكتس، شويه statistics، ارقام. الارقام دي هي اللي هتعرفك
تدخل ولا لا؟ الارقام اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت اوفيشال، مش حاجه اسمها الكاب ماس. الكاب ماس دوت اللي هو الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. سنه 2020 عندنا 73,000 دكتور. طيب في القطاع الخاص عندنا كام؟ سنه 2020 كان عندنا 25,000، قول 26,000 دكتور. طيب الارقام دي بالنسبه لي معناها ايه؟ هل معناها كبير ولا معناها قليل؟ يعني انا دلوقتي قلت ان المدرسه دي فيها 200 طالب. ده رقم كبير ولا رقم قليل ولا رقم ايه؟ اعرف منين؟ لازم اديك الريفرنس بتاعه. يعني ايه؟ يعني المدرسه دي تشيل 500 طالب، ف200 دي معناها لا قليله. المدرسه دي تشيل 180 بالكتير، ده انت معناها ان انت عندك 20 مقعدهم على الارض. اجيب لكم السلايد اللي بعدها اللي هي موجوده من نقابه الاطباء ونقابه المهندسين. النقابتين مطلعين statistics كده بيقولوا فيها الارقام اللي عندهم، وبيحاولوا يناشدوا فيها التعليم العالي، وزاره التعليم العالي، انه ما تقبلوش اعداد يا جماعه الناس مش لاقيه شغل. عندك في 2021 25,000 مهندس اتخرجوا في 2021 بس. السنه دي بس، لسه السنه اللي قبلها والسنين اللي بعدها، دي سنه واحده 25,000. اوكي؟ طب بص كده تحت على اليمين كده هتلاقي في رقم صغير غلبان كده، توتال نمبر اوف كمبيوتر انجينيرز سنه 2021 1000 واحد بس اتخرج. 1000 من ال 25 طبعا. اوكي؟ ده يفهمك شويه مدى اهميه الكمبيوتر ساينس والمجالات اللي موجوده والفرص اللي موجوده جواها. اقرا كده التايتل ده، تنسيق الجامعات 2022 ازمه بين نقابه المهندسين ووزاره التعليم العالي لتدني نسبه القبول. انا لما بشوف التنسيق بتاعهم بتحسر عليكم والله. يعني ايه 80 ويعني ايه 90% ويعني ايه 70%؟ ما ده عدد كبير جدا هيدخل وانت اللي هتتضرب في الاخر. ودي حاجه مش حلوه على فكره. بس anyway يعني عدد الخريجين يفوق احتياجات السوق. وخبراء عايزين يعملوا دراسه عشان يخلوا فرص العمل تزيد شويه. كل يوم في جامعه خاصه بتفتح جديده فيها هندسه، وكل يوم في صيدله، واحنا بنروح برضه. طب انت رايح ليه؟ بص كده، يبلغ عدد المهندسين سنويا حوالي من 40 ل 50,000 مهندس بيتخرجوا في السنه. الجمله الاخيره بقى خالص، ووفقا للمعدلات العالميه فنحن نتخطى النسب ب3 أضعاف. طب اقرا كده المجال الطبي فيه كام واحد بيتخرج سنويا؟ طب اسنان 8000، علاج طبيعي 3.3، صيادله 18.5K، 18,000 صيدلي في السنه. اقرا كده المهن الطبيه، النقيب بتاع الاطباء بيقول المهن الطبيه اعداد الصيادله في مصر اكثر 4 أضعاف 4 تايمز من كام بقى؟ من النسب العالميه. ده معناه ايه؟ بص كده، ان الطبيعي ان يبقى في صيدلي لكل 408، سوري ده مش طبيعي، ده في مصر صيدلي لكل 438 فرد. يعني لو هنعملها بشكل بسيط كده، يعني ان الصيدلي الواحد اللي هو انا مثلا اعالج 438 واحد، ده هنا في مصر. طيب بره مصر بقى طبيعي النسب العالميه كام؟ اقرا كده، صيدلي لكل كام؟ 10,000. طب ده يعني ايه؟ معناه ايه؟ عشان ابقى فاهم بس معناه ايه؟ معناه ان انت فرصتك ان انت تكسب من الناس اللي قدامك دي قلت جدا. انا بقول لك 400 وبره 10,000. اخش بقى طب او صيدله او طب، يعني طب او هندسه ولا لا؟ لو قادر على المنافسه اللي انت هتشوفها، لو قادر على الدراسه بتاعتها الصعبه جدا، طبعا كل الكليات صعبه، بس لو قادر عليها ادخل. لكن لو عايز برستيج بس، يبقى انا اسمي دكتور او اسمي مهندس بس، ما تدخلش. لو اهلك بيجبروك على ان انت تدخل كليه من الكليات ديت، اسمع مني، اتكلم معاهم، ما تدخلش. كده هتلاقوا ناس كتير من اصحابكم دوروا كده في الدايره بعرفكم، الناس اللي بتعمل تحويل من الكليه سنه رابعه، خلص 5 سنين اهو كارير شيفت. يا نهار ابيض، ضيعت 5 سنين من حياتك ليه؟ اكتشف، لا دخل جوه الكليه اكتشف ان الموضوع مش زي ما هو فاكر خالص، وضيع 5 سنين. ليه؟ عشان بس يبقى مع حرام بعد كل المرمطه ديت ما اخدش الشهاده في الاخر، وفي الاخر يشتغل بحاجه ثانيه. عندي شركه او بابا عنده شركه او عيلتي عندها شركه. طيب بكره الشركه دي المفروض باذن الله يعني تبقى بتاعتك. انت محتاج ايه بقى عشان الشركه ديت تكمل؟ مش عشان انا عندي شركه اعرف امشي الشركه، لا خالص. انت محتاج حاجه اسمها entrepreneurial skills.
كانك انت اللي هتفتح الشركه من اول وجديد. مش فكره ان بابا مشغلها او عمي او خالي او اي حد معناه ان انا اقدر اكملها. لا خالص، انت ممكن في ثانيه تبدأ. لو حاجه شغاله بقالها 100 سنه وانت مسكتها وما عندكش القدره ان انت تشغلها، الشركه دي وقعت. ايه بقى الحاجات اللي احنا محتاجينها في الانتربرينوريال سكيلز؟ تعالى كده بص عليهم بسرعه. critical thinking, flexibility, communication and collaboration. انت بكره هتحتاج تعمل collaboration مع شركات تانية عشان تكبر الشغل بتاعك. انا النهارده شغال بس في مصر، بكره عايز اشتغل بره مصر. هتعرف تكلم الناس اللي بره وتعمل معاهم collaboration ولا لا؟ وهكلمهم ازاي بالكوميونيكيشن سكيلز ورايتنج سكيلز. هتبعت لهم بروبوزل، انا شركه كذا، اسمي كذا، الماركت شير بتاعي في مصر كذا، اوبورتيونيتي اللي كناها، قادر تشوف ايه الفرص اللي حواليك. هي الشركه ديت محتاجه تشوف فرص طبعا، كل يوم في فرصه جديده. كام شركه فتحت في 2020 وقت كورونا؟ زوم، ما هي شركه عملت بومينج في 2020. بومينج يعني ايه؟ اكتر نسبه ربح حصلت في تاريخ زوم كانت في 2020 وقت كورونا، الناس كلها قعدت في البيت. فيوتشر اورينتيشن، يعني ايه فيوتشر اورينتيشن؟ عارف تبص ايه اللي جاي بكره؟ وتطور من الشركه بتاعتك ولا لا؟ لو مش عارف هيحصل لك كولابس. تعالى بقى اوريك مثال بسيط كده على موضوع الكولابس. وفي نقطه صحيح حد من زمايلنا قالها لي، في الاي او سي عملوا كورس للفاميلي بزنس. يعني ايه بقى كورس الفاميلي بزنس؟ يعني دلوقتي انا دخلت الشركه مع والدي. والدي راجل عنده 60 سنه 65 سنه ايا كان، وانا في سني ده. في اختلاف في المايند سيتس بتاعتي انا وهو. وعايز اقول لكم على حاجه، انا الكيس اللي انا بحكيها لكم ديت موجوده. انا قابلت حد عنده مشكله في التواصل ما بين الجيل ده والجيل ده. الجيل ده رافض التغيير، والجيل الصغير دوت عايز يغير. في كونفليكت ما بينهم في نفس الشركه. طبعا كلمه الكبير هي اللي هتمشي، بس هل صح ولا غلط؟ هل دوت اللي السوق عايزه ولا لا؟ ما ممكن تعمل كولابس في الاخر برضه. The multinational corporation Nokia was established in Finland in 1865. Once upon a time, Nokia was the biggest mobile company in the world. But now it's almost nowhere. So what happened? What was the reason behind Nokia's downfall? To understand this, first, we must know how Nokia became such a huge and famous brand. Nokia bought a telephonic company named Mobara. At first, they made a telephone handset device. Nokia introduced its first car phone in 1982. It was known as the Nokia Mobara Senator. It weighed a massive 10 kilograms. In 1984 they made Nokia Mobara Talkman. It was said to be the first transportable phone. It could be used in and out of the car. It weighed 5 kilograms. In 1987 Nokia shocked the whole world with Nokia Mobara City Man. A phone which was lighter than the previous ones. And you could use it anywhere. It weighed 800 grams only. The Mobara Cityman was a huge hit. Nokia became world famous with this product. Harry Hokeri was the Prime Minister of Finland in 1991. He made the first ever GSM call in history through a Nokia mobile. In 1992, they made the Nokia 1011. The mobile was a huge hit throughout Europe and the US. Their best-selling phones of 2100 series were launched in 1994. The first feature phone. Nokia expected to sell 1 million units of the phone. But they sold 20 million instead. Nokia crossed its expectations. But Nokia had done a big mistake. They misjudged the market. In 1990, Nokia had predicted that there would be 40 million mobile users worldwide by 1999. But they were wrong. There were 250 million mobile users in 1999 instead. But still, Nokia managed to beat Motorola and became the most dominating company in the mobile market. Nokia captured almost 25% of the global market. All the models created by Nokia topped the sales chart.
Nokia kept innovating their designs and features. From 2003 to 2005, Nokia 1100 and Nokia 1110 was Nokia's best-selling mobile. Soon Nokia captured 70% market share in Asia. But Nokia failed in one thing. That was adapting to the progress of the market. By the end of 2010s, iOS and Android was introduced in US and اخر حاجه للسينيورز دي بقى للسينيورز مخصوص ستودنت اكتيفيتيز وتريننج 5 سنين كليه 4 سنين 6 سنين ايا كان عدد السنين لازم تعمل ستودنت اكتيفيتيز. ما عملتش لو ضيعت الخمس سنين لو ضيعت الاربع او الخمس سنين من غير ما تنزل تريننج هتعمل نفس الخمس سنين دول بعد ما تتخرج كل شويه في شغلانه وده بيبوظ السي في بتاعك على فكره. يبقى انت لو ما عملتش تريننج وقت الكليه هتخسر نفس السنين هي في الشغل بعد كده. يبقى انت بدل ما تكون وفرت 5 سنين انت ضيعت 10. اخر حاجه ربنا يوفقك.